موجة مرة أخرى، ولكن إلى موسيقى الراب. موسيقى الراب هي بالتأكيد مشهورة جدا في العالم كله، في الغرب وتحديدا في أمريكا، والشباب بيغنيها لأنها بتعبر بشكل أكبر عن أحاسيسه وعن أحلامه، وواخدة إيقاع الحياة اليومية بشكل أكبر. لكن في مصر يمكن اللون ده من الموسيقى جديد إلى حد ما. في بعض الشباب دلوقتي بيحاول إن هو يقدمه، ولكن يعني يمكن الأجيال السابقة بترى إن هذه النوعية من الموسيقى شوية بعيدة عن ثقافتنا أو بيئتنا، والبعض حتى بيسميها إنها مجرد دوشة. هنعرف من مودي راب، واحد من نجوم موسيقى الراب في مصر دلوقتي، واللي بيقدم حفلات وبيقدم كمان أغاني بتلقي نجاح لدى الشباب، إيه رأيه في التقييمات؟ أهلا بيك يا مودي. أهلا وسهلا. أنت شايف بقى الموسيقى الراب دايما الكبار بيسموها دوشة، ولا أنت شايفها فن بجد؟ لا، هو طبعا فن، بس هو طبعا ده رد فعل طبيعي جدا، لان دي حاجه يعني انا بسمع حاجه اول مره اسمعها. فهو يمكن بس الانطباع اللي متاخد على النوع ده ان هو شيء غربي بحت. فهو فعلا فن غربي، فهو لازم نعترف بده الاول، يعني هو فعلا فكره غربيه امريكيه وكده. بس هي الفكره في ان احنا دايما متعودين في الفن عموما ايا كان جنسيته بنديله يعني البصمه المصريه عشان نقدر ان احنا نوصل للناس ان هي تقدر تسمع وتفهم، ولازم انا اكون بتكلم يعني بالفن عن مشاكلهم وعن حياتهم الاجتماعيه وكده. فهو ده اللي انا عملته تقريبا. طب بعض الناس شايفه ان الرابر مش بالضروره يكون صوته حلو، يعني اي حد في الدنيا يقدر يقول راب. انت شايف ان هو لازم يكون فعلا صوته حلو، ولا المهم يعبر؟ لا، هي في حاجه اسمها تقييم. واحد صوته حلو في السولو او الغنى العادي، وفي واحد صوته حلو في الراب. ده له تقييم وده له تقييم تاني. يعني صوته حلو في الراب يعني هو عنده النبره اللي اقدر من خلالها اسمع الكلمه احسها. في واحد ممكن يكون صوته حلو بس بمقاييس الغنى العادي، فلما يجي يقول راب انا مش هحس الكلام منه قوي، لان انا متعود منه على النغم او السماع ده. فالتقييمين اصلا مختلفين، فانا مش هينفع ان انا اعمل طريقه تصنيف معينه بخلال ده حاجه وده حاجه. يعني ده له مقاييس وده مقاييس مختلفه تماما يعني. مودي او محمد اسامه ده اسمك الحقيقي واسم الشهره مودي راب. عايزه اسالك، انت طبعا يعني كانت هوايتك الاولى هي الرسم والفن التشكيلي، ومنها انتقلت لفكرة الراب. يعني انت حبيت طبعا الموسيقى لكن دخلت على الراب. ازاي ابتدت معاك حكاية الراب، وايه اللي شجعك ان انت تبتدي تغني فعلا؟ هو الموضوع اصلا يعني حتى عمره ما كان في حساباتي. يعني انا طول عمري برسم وانا صغير يعني، وكنت بغني سولو كمان في المدرسة والحاجات دي وبعدين جيت في يعني اخر التسعينات كده تقريبا بدأت اسمع الراب الامريكي وكده. فهي فكره جت في دماغي. انا طبعا بحب الموسيقى من زمان وانا صغير، لان انا بسمع الموسيقى بطريقه مختلفه، ان انا بسمع التوزيع وبسمع تفاصيل الاغنيه قوي. بتحب تركز على التوزيع؟ تفاصيل التوزيع. بتحب الشرقي والغربي ولا بتحب نوعيه معينه من الموسيقى؟ انا بسمع كل انواع تقريبا يعني. المهم بدات اسمع، فقلت ليه ما يكونش ده. انا مش عارف في راب عربي ولا لا، يعني ما اعرفش ده، فما كانش في نموذج اتعلم منه عشان اعمل. فكنت عاوز اكون بخترع، يعني بعمل حاجه اصلا مش موجوده. ففي الاول طبعا اتعلم اغاني طبعا كذا كتير جدا. بعدين جيت بعد كده قلت طب ليه ما استغلش ده بحيث ان انا اقدر اقدم حاجه ان هو اي واحد في العالم يسمعها يهمه. يعني عم ماهر المتكفل العربي الشريعه مثلا لو سمع اغنيتي يهمني ان هو ما يقفلش، يسمع يكمل الكلام، لان انا بحكي عن حاجه ممكن تكون بتواجهه هو شخصيا. فالموضوع مش نظريه تسمعوا كلامي وهقول كذا ويلا نتنطط على يعني مش لازم. انا مش ضد ده برضه، بس هو يعني ما يبقاش ده الاساس. يعني لازم اكون انا برضه بناقش مشاكل الناس عشان لما حد يسمعني ما يبقاش واخد الفكره الانطباع اللي هو السلبي عن الراب ونازل تتنطط على المسرح والكلام ده. او تقول اي كلام. يعني بعض الناس متصوره ان الراب ده مجرد كلام، يعني اكنك بتقرا جورنال وتقدر تقوله في شكل راب، يعني اي كلام. او بيوصل لمرحله ان في ناس ما بتركزش قوي الكلام ده، وحاطط دماغهم ده واحد شاب تافه بيقول اي كلام فبيتنطط على الريتم والايقاع وخلاص. مش حاطط دماغه الكلام اللي بيتقال، ومش ما عندوش رغبه ان هو يركز كمان. وانا اصلا بحاول اغير ده يعني. طب اول اغنيه راب عملتها؟ اول اغنيه انا عملتها كانت سنه 98 تقريبا. كانت اغنيه اسمها ولاد شوارع. انت اللي بتكتب اغاني؟ انا اللي بكتب اغاني وانا بعمل مزيكا وانا اللي بسجل وانا بعمل بس الصوت كل حاجه. طيب ايه الكلمات اللي انت بتبقى حابب تركز عليها؟ اول حاجه وقبل الكلمات الاول بنختار القضيه اللي هنتكلم فيها او الموضوع. في توبيك معين مثلا ببقى انا حاسس ان انا محتاج ان انا اتكلم فيه، ممكن يكون ما حدش يتكلم فيه، ممكن يكون الناس اتكلمت فيه، بس انا ليا رؤيه معينه ممكن تبقى مختلفه يعني. اتكلمت عن مواضيع كتير. اتكلمت مثلا عن البطاله في مصر، عن مشاكل الشباب، الجواز والمشاكل مع الاهل والحاجات دي. بعض الاغاني الاجتماعيه اللي هي بس الاذاعه شويه اللي توصل ممكن الواحد يفهم منها ان هي اغنيه سياسيه. فيها نقد مثلا. فهي ممكن تتفهم ان هي اغنيه سياسيه رغم هي في الاساس اغنيه اجتماعيه، بس هو الكلام يعني فتح شويه. فاتكلمت عن مواضيع كتير قوي. اتكلمت عن موضوع ان الناس
في مصر مثلا غالبا بتسافر يعني من اكثر الدول اللي الناس بتسافر منها هجرة تشتغل بره يعني هجرة الشباب. يعني عشت مواضيع كتير يعني حاولت بقدر الامكان حتى عملت رغم ان انا حاولت اتخلص من قيود الاغاني الرومانسيه. احنا بقالنا حوالي 120 سنه تقريبا بغني هو الموضوع واحد. احنا بقالنا 7000 سنة بنغني. ما هو ده الغنى يعني ده مفهوم الغنى انت بتغني ناس بتحبه وتبقى عاشق فانت متمرد على الشكل ده. تمردت عنه وفي نفس الوقت عملت راب رومانسي. يعني رغم ان هو الراب طلع ان هو الفن المتفرد من ده بس انا كان في دماغي اللي هو الفن ده انها كانت اي حاجه. طب انا عايزه اسمع نموذج وبعد كده نكمل كلامنا. يعني نسمع اغنيه من اللي انت بتقدمه وبعد كده يعني الصوره تبقى اوضح اللي بيسمعونا اللي عمرهم ما سمعوا راب يفهموا ايه راب. انا غنيت اغنيه اسمها مين فينا كانت عاملاها في 2007. اوكي. الطبقة الكادحة في مصر يمكن أكون مش واحد منهم. ما خرجش من بيته وجيبه فاضي. مين فينا ما كانتش المرمطة عنده عادي؟ مين فينا كان بيعشم نفسه بحاجة حلوة يقول الفرصة هتيجي المرة الجاية مش المرة دي؟ مين فينا ما خرجش من بيته وجيبه فاضي؟ ما كانتش المرمطة عنده عادي كان بيعشم نفسه بحاجة حلوة يقول الفرصة هتيجي المرة الجاية مش المرة دي. مطحونين مقهورين مغلوبين على أمرنا لما تكون مليانة جيوبنا يا عم ده حلمنا. أفضل تقول أنزل أقول يا رب نحمدك على كل اللي أنا فيه مش هنسى قبل نعمل ده. أغلب المصريين عايشين تحت خط الفقر مفيش أي حاجة قدامهم يعملوها غير الصبر. موظفين عمال فلاحين عاطلين شباب كتير متخرج عن قهاوي قاعدين. لما تمشي في شوارع مصر هتلاقي حاجات تدل على الوضع الموجود والمشاكل اللي مالهاش حق. مكتوب علينا اننا نفضل كده تحت الارض بغض النظر عن نظريه المجتمع والفرد. يبص لفوق دايما لازم رقبته توجعه لما يكون واحد زينا مش لاقي حد يسمعه. احنا كده وهنفضل كده ناس بتعارض كلامي لكن من جواها متاكده. مين فينا ما خرجش من البيت وجيبه فاضي؟ مين فينا ما كانتش المرمطه عنده عادي؟ مين فينا كان بيعشم نفسه بحاجه حلوه يقول الفرصه هتيجي المره الجايه مش المره دي؟ مين فينا ما خرجش من البيت وجيبه فاضي؟ مين فينا ما كانتش المرمطه عنده عادي؟ مين فينا كان بيعشم نفسه بحاجه حلوه يقول الفرصه هتيجي المره الجايه مش المره دي؟ سهله قوي تعرف يفهمني من غني. اصل المبادئ لا تزول لكن ممكن تتني. كل حاجه جوه بلدنا بقى لها ثمن. ما عادش حد بقى فاضي يساعد حد في الزمان ده. ده الوسط الفني كله يغني كله يرقص كله يغني. انا ماليش في حد وشكلي بهيس فيما يبدو. حوالي ضيقه ناس مش مقلقه. ناس صعب من المشاكل تكون مفلقه. يوم معانا يوم مع نفسها بيها كده الدنيا ما تسواش. انا هوع قلب اطلع دماغي ابدل لو حتى كله ببلاش. اللي عنده كلمه انا مش برستيج يا كله مثل الفرحين اللي بيعملوا كل حاجه عاجباهم عادي. مين فينا كان بيفكر انه يبقى غني؟ مين فينا فكر ان الحلم ده ممكن يكفينا؟ مين فينا ما خرجش من بيته وجيبه فاضي؟ مين فينا ما كانتش المرمطه عنده عادي؟ مين فينا كان بيعشم نفسه بحاجه حلوه يقول الفرصه هتيجي المره الجايه مش المره دي؟ مين فينا ما خرجش من بيته وجيبه فاضي؟ مين فينا ما كانتش المرمطه عنده عادي؟ مين فينا كان بيعشم نفسه بحاجه حلوه يقول الفرصه هتيجي المره الجايه مش المره دي؟ فينا ما خرجش من بيته وجيبه فاضي. موسي الرسم بيتيح للشباب كلمات أزرق. طبعا. يعني هو ده الهدف الحقيقي من ان انتوا تغنوا راب ان انتوا حاسين ان هو ممكن يعبر عن كل حاجه واي مشكله ممكن تقولها بشكل أزرق. هو يكاد يكون اصلا ده سر عيشي للفن ده. انا مش مقيد في حاجه ابدا. بتكلم في اي موضوع في اي مش هقول الجرأة اللي هي توصل لحد ان انا بقى بعت صوت حمراء قوي لا مش الدرجه دي. بس انا في حاجات كتير لا يمكن تكون الاغاني تناولتها. فانا شايف ان انا ممكن لما اتناول موضوع مثلا شائك قوي او قضيه راي عام مثلا في البلد او كده ممكن اتناولها بشكل اغنيه. اعتقد ان هو دي الفن اصلا يعني. طب ردود الافعال بقى كانت عامله ازاي؟ يعني اول ما ابتديت بقى تغني عايزه اسالك على اهلك تحديدا ازاي سمعوا النوع ده من الفن وتقبلوه وفهموه ولا لا؟ ولا اي حد ما حسيتوش اساسا؟ بالعكس انا اصلا موجود في نفس البيت من كل اصحابي ومن كل حتى الوسط اللي انا عايش فيه. يعني قعدوا يقولوا لي اللي انت بتقوله ده يعني هو ده اصلا غنى هو ده ايه اصلا يعني وكده. فطبعا يعني هي بدايه وده ما فرقش معاك يعني الاحباط ده يعني ان هو ما فهموش الفن ده او النوعيه دي من الموسيقى ده احبطك ولا خلاك برضو تكمل؟ هو كان احباطي في حاله واحده. لو انا مثلا كنت يهمني قوي ان انا انتشر. هي كانت نظريه في الاول ان هي مجرد هوايه حبيبها قوي فما مارسها وخلاص. يعني حتى لو انا قاعد محدش شايفني فبسجل اغنيه بعمل ده انا قاعد مستمتع يعني كانت بس انا كده مستمتع. الموضوع ده بعد ما
بدات الاقي ردود افعال كده مثلا على من حوالي يعني 5 6 7 سنين كده، بدا يبقى فيه شويه لما بدا يعني الانترنت ينتشر قوي في مصر. بدات الاقي تنزل على النت، بدا الموضوع ينتشر، بدا احس ان انا لقيت فيها ناس متابعه الاغاني بتاعتي. يعني مثلا لو ماشي في حته فممكن اسمع عربيه معديه مشغله يعني بس. ولقيت انت عملت البومات قبل كده، يعني عملت البوم ازاي في 2004، اصوات كتير 2005، جندي في 2006. طيب والالبومات دي يعني شايف ان هي بتتباع كويس؟ شايف يعني العائد بتاعها بيأكد لك ان انت لازم تمشي على نفس الخط ولا لا؟ طبعا في طبعا ردود افعال قويه جدا. يعني مثلا في البوم 1000 وش تحديدا لو نزل في 2008 الالبوم ده، انا لقيت ردود فعل انا شخصيا ما توقعتهاش نهائيا. يعني لقيت ردود افعال يعني الاف من المنتديات اللي منزله الالبوم، وحصريا البوم مش عارف منتديات 1000 وش حاجات كده. فانا طبعا انا يهمني ان انا بتابع دايما ردود الافعال وكده. يعني لقيت رد فعل محترم قوي يعني عن البوم 1000 وش. والالبوم اللي بعده برضه اللي هو صفحه مصريه كان في نفس السنه برضه، يعني اخر السنه كده تقريبا. وطول الوقت انت اللي بتكتب كلمات وانت اللي بتلحن ولا بتستعين احيانا ببعض مثلا كتاب التانيين؟ لا انا عمري ما استعنت باي. يعني انت اللي بتعمل كل حاجه؟ كل حاجه. وده مش بيبقى يعني عبء زياده عليك؟ هو عبء، بس المتعه اللي فيه بتخليني انسى التعب. يعني المتعه اللي في الموضوع ده بتخليني يعني ما بحسش ان انا تعبان. ممكن ابقى تعبان بس مش حاسس بده، لان انا عايز اطلع الحاجه دي، عايز اعملها. طب في احتفالية غير الموجة كان ايه كمان الصدى اللي انت شفته؟ يعني في اللقاء الحي طبعا مع الجمهور بيبقى المسألة مختلفة عن ان هم يسمعوا اغانيك من الانترنت ولا يشتروا ألبوم. فازاي يعني رد الفعل كان عامل ازاي؟ هو طبعا انا اصلا موضوع ان انا كنت شغال مسرح، كنت بمثل في مسرح الجامعه كده، الموضوع ده فادني من ناحيه الرهبه الجمهور ومواجهه الناس دي. فانا ما عادش عندي مشكله من ده لدرجه ان تقريبا دي كانت اول مره اطلع على ستيج وانا مش متردد. يعني انا مستني اللحظه اللي قبلها هيخلص عشان ادخل، يعني عايز اقول يعني. فطبعا والناس انا طبعا بحيي الناس اللي موجوده كلها، الناس اللي هي قدرت تتقبل ده، لان انا طبعا كنت متوقع ان ساعه صفر من الاستهجان. ممكن الناس ترفض لا كان في كمان، لان انا كنت ملاحظ ان كان في مختلف الاعمار كانت موجوده، كان في عائلات وكان في حتى كان في طفل صغير كده كان متفاعل معايا وطلع معايا على الاستيج. فطبعا كنت انا مبسوط جدا. يعني ده اللي خلاني اندمجت اكتر معاهم وخلاني عملت اعتقد يعني هو شو كويس. يعني مش بس الشباب اللي ممكن يتقبل النوعية دي، اصلا اللي عارفين الراب عموما في العالم كله اللي بيسمعوا شباب. يعني حتى الكبار بره ما بيحبوش قوي يسمعوا راب. حتى في امريكا. فانت شايف ان هنا في مصر برضو مرحلة يعني ممكن نقول المراهقين او سن الجامعة هم بس اللي يحبوا ده؟ هو ده موجود، بس انا عايز برضه اوضح نقطة. يعني هو الكبير في السن ده هيسمع بناء على ايه؟ بناء على الكلام اللي بيسمعه. يعني انا لما اكون بكلمه في حاجة هو شخصيا مر بيها في حياته لازم يسمع. طب مش احنا كنا بنقدم اللون ده زمان بس كان اسمه المونولوج؟ يعني كان في سرايا حلمي واسماعيل ياسين وشكوكو كانوا بيعملوا برضو اغاني فيها نقد اجتماعي وفيها تعبير عن اراء معينة، بس كان بيتقال عليه مونولوج. انت شايف ان ده ممكن يكون الوجه الحديث او التطوير للمونولوج؟ ممكن؟ مش ممكن، ده اكيد يعني، لان هو ده اتقال بلغة الموسيقى اللي كانت موجودة ايام. لغة الموسيقى الموجودة دلوقتي فيها يعني اختراعات ممكن تبين الموضوع ده بشكل احسن، زي اللي يكون في ايقاع انا ماشي عليه، في قافية معتمد على ان في نوع من الشعر بيتقال. فهو الموضوع اعتقد ان يعني هو فن. يعني انا مش عارف ليه الناس اصلا معترضه كده. لا هي بس عشان يعني انت عارف الفنون عموما اللي احنا مش متعودين نسمعها كتير بتبقى شويه غريبه. طيب الفن ده زي ما هو موجه بالاساس للشباب، انت شايف ان انت لما يبقى عندك 50 سنه ممكن تفضل رابر؟ ممكن تفضل تغني راب؟ والله مش عارف، بس لو انا يعني لو فضل كل ما عملها لو فعلا بيعمل تاثير وبنى لي قاعده اكيد مش هبطل كده كمان. طب يا ريت نسمع اغنيه ثانيه. اوكي نسمع ايه؟ نسمع اغنيه ثانيه. هتقولي ايه؟ اغنيه راب وطني اسمها قلب مصر. ارجع بظهرك. مصر التاريخ الحضارة الوجود، لما كنت بسمع النشيد في لحظة جنون، ذكرياتي بتعود تموت في لحظة شروق، كم كمان ولحن شكلي ضبلة كان سريع عود، الأرض والمكان والصحاب والجيران، مهما كانت مشاكل الحياة على مر الزمان، لكن بحس بالأمان، بحس نوع من الكرامة لما الاقي روح بلادي تطير زي الحمام. أنا ابن أرض الكلام، أنا ابن شعب البسيط، التاريخ اللي العدو نفسه كان عامل له صيت، مهما قالوا مهما حاولوا مهما سابوا الطريق، مصر جوه قلبي غالية، مصر عندي أهل شيء، دي بلادي لازم غني الهني، لازم العراقة من عصور الفراعنة، بلادي لازم غني الهني، أرض مصر غالية دي منها الفراغ،
الإسلام تراعى الشتيم بالنسبة للقدس وحرب عين جنوب النصر والشهادة من جنود الحكومية أكتوبر النتيجة قبلها دي حروب مفيش حروب ده قلب مصر فخر هيا في الحروب عز الملوك العظام حكموا مصر الشعب المفاجئ سبب لأهل مصر يضرب شهادة على العصور على أساطير فقر مصر يوم بيوم ده هيفضل يطير من غير كلام كتير في مصر حربت للسلام دفعنا عن العروبة دفعنا عن الإسلام الأحلام دي عشناها مع الأيام حققناها لحظة بس صعبة مرت علينا وعلينا وحلو ان انت دخلت يعني لحن قديم وانت ده اللحن ده كان في فيلم العمر لحظه بس انا مش فاكره مين مين الملحن دلوقتي بقى في فرق كتير في مصر في اتجاهات موسيقيه مختلفه جدا وفي كمان اماكن يعني الحمد لله بقى في اماكن لعرض نوعيات مختلفه من الموسيقى. انت شايف الفرق المصريه دلوقتي اللي بتقدم راب شايفهم ازاي وايه يعني لان في بعض التجارب يعني في اريبيان نايت في اكتر من حد بيحاول ان هو يقدم الراب انت شايفهم ازاي ويعني حاسس ان انت مختلف في ايه؟ هو طبعا انا مش هقول انتقادات معينه بس هو يعني تقريبا ما حصلش برضه البصمه اللي انا بتكلم عنها يعني البصمه المصريه لو هتكلم في المواضيع اللي فعلا تمس الانسان المواطن المصري العادي مش الشاب يقول يعني انا لما اكون بناقش في قضيه فعلا اي شاب مصري عادي جدا من اي حته في مصر لما يسمع يحس ان هو يتكلم يعني دي المدرسه اللي انا ماشي ده اللي انت مقرره يعني ده اللي انا ماشي فيه وده انا حتى الموسيقى بتاعتي مش هيب هوب امريكان قوي يعني هو انا بدخل فيه عروض بطعمها بشري بطعمها بشري انا عايز اخلي الموضوع مصري يعني انا بس الفكره من بلورها من دي البصمه المصريه ومن دي الهويه المصريه فهم يعني ايه في امريكا انا شايف ان هي يعني موجوده بس ايه وممكن تكون مش في مصلحتنا قوي يعني يمكن في الوسط الفني اعتقد ان بيعجبني جدا الشغل بتاع احمد اعتقد يعني عجبني جدا الشغل بتاعه ان هو يعني فاهم النقطه دي قوي ده باين في الشغل اللي هو بيطلعه والكلابات اللي هو بيعملها. طيب محمد أسامة سؤالي اخير ليك ايه مشروعك القادم بتحلم بيه؟ يعني عشان اقول بحلم بيه ما انا عاوز حلقه ثانيه كتير قوي طبعا يعني انا بجد البوم يعني هيبقى انا بحاول اخليه احسن من كل الالبومات اللي فاتت بتمنى ان انا انتشر بشكل احسن اكتر من كده وعايز تمثل كمان يعني ده من ضمن احلامك كمان انا بحب التمثيل جدا يعني انا اشتغلت حوالي 4 سنين مسرح وحتى بمثل في المسرح في قصر الثقافه وبمثل في اماكن كتير عندنا في فرق المسرح يعني فنحتاج تكمل في الاثنين الغنى مش هقول لا يعني يا رب ان شاء الله فرص كتير تيجي وبنشكر الفنان محمد أسامة الشهير بمودي راب بشكرك جدا بتمنى لك كل التوفيق والنهارده يعني سعدنا ان احنا تعرفنا على الوان موسيقيه واتجاهات موسيقيه جديده بدأناها بفن الاوبرا